ده محمود بقاله 4 سنين عايش بره في اوروبا، بيشتغل ولسه راجع من الغربة، مشتاق لأهله واصحابه. ده سمير كان وحش الشلة، ما كنتش تشوفه الا هو بياكل، تقريبا المطاعم كانت بتدور عليه بيقعد فين وبتفتح علشان. بس دلوقتي سمير بقى فورمة وشغال موديلز لبراندات ملابس. انت ايه اللي غيرك كده؟ هيلثي اند تيستي. اما ده بقى مروان ده كان دايما قاعد على دكة الاحتياطي بسبب ان جسمه كان ضعيف ورفيع، واي خبطة ليه في الملعب كان بيقع قدام منه الكورة. دلوقتي بقى حريف الشلة ونجم الملاعب. انت ايه اللي غيرك كده انت كمان؟ كان هيلثي اند تيستي. أسامة اللي أهلنا كانوا بيقولوا عليه صديق السوق، واوعى تقرب منه وابعد عنه. أسامة كان بيشرب سجاير بشراهة، لكن دلوقتي أسامة هو جوكر فرقة النادي وبقى أسرع واحد في الملعب. انت ايه اللي غيرك كده انت كمان؟ هيلثي اند تيستي. أما عم عماد بقى ده كان مدوخنا عند الدكاترة، ودايما الدكاترة كانت بتشتكي منه لأنه دايما بيلخبط في الأكل ومبهدل صحته، وكنا ياما نغلب معاه في الكلام. لكن دلوقتي عم عماد عجوز بس رياضي. عم عماد انت ايه اللي غيرك كده انت كمان؟ هيلثي اند تيستي. محمود رجع من السفر لقى الكل حوالين منه اتغير، افتكر ايام الغربة والاكل الغير صحي. من هنا قرر ان هو كمان يبقى هيلثي اند تيستي. هيلثي اند تيستي ماركت متكامل في كل شيء صحي ويحافظ على صحتك. هيلثي اند تيستي سهل عليك قرار التغيير بيبدأ من هيلثي اند تيستي.